السلام عليكم ورحمة الله، وياكم أحمد الربيعي. طبعا كثير من الشباب والناس حاليا يتعرضون إلى شاشات الزرقاء. طبعا من ضمنها اللي تتعرض لها بسبب الرام، مثلا يصير ضغط عالي على الرام بسبب برامج مونتاج فيديو أو فوتوشوب أو الألعاب اللي تتطلب مساحة رام كبيرة. وعندنا شغلة ثانية اللي أكثر أهمية، هي حاليا اللي مثلا اللي يستخدم درايفر باك سولوشن، اللي هذا بيه مثلا يعرف اوتوماتيكي. طبعا هذا اللي كثير يسبب شاشات زرقاء، لان هذا يعرف تعاريف احيانا غير متوافقة مع كارت شاشتك. هو يظهر لك انه متعرف لكن يسبب مشاكل لان التعريف ليس اصلي. الان راح انزل لكم برنامج مساحته 5 ميجا بايت سليم درايفرز. هو هذا راح يحل المشاكل بتحديث الدرايفرات الرسمية لجهازك. طبعا راح اخلي رابط التحميل البرنامج بالوصف مالت الفيديو. بهالطريقة راح افتح الضغط عنه، راح اشغل التنصيب I agree. البرنامج راح يحمل نفسه بهذه الطريقة. مثل ما نلاحظ انه خلص الان تحميل نفسه البرنامج. ندوس finish، راح يطلع عندنا بهذه الطريقة. حاليا يقول لي انت عندك واحد تحديث available متاح. start scan، راح اسوي له سكان على مود يشوف الدرايفرات اللي تحتاج الى تحديث. طبعا البرنامج ما يتعب بايجاد التحديثات او شيء. حاليا يقول لي عندك بس الكارت ريدر. انت التعريف اللي منصب حاليا هو بتاريخ 11/6/2012، المتوفر 11/7/2012، بعد شهر. مو كثير مهم انا بالنسبة لي، لكن التعاريف البقية اللي عندك قديمة راح تظهر بهذه الطريقة تحت. بهذه الطريقة راح نقوم بتنصيب مثلا التعريف اللي ضاح داونلود. راح يسحب لي تعريف الكارت ريدر حاليا بهذه الطريقة. الآن راح يكتمل عندي التحميل تعريف extracting. راح ينصب عندي تعريف الكارت ريدر مثل ما تشوفون next next. بهذه الطريقة راح يعرف لي كارت ريدر اللي خاص باللابتوب عندي. هذا التنصيب restart later. ها هي خلص. حاليا انا ما عاد عندي اي مشكلة بالتعاريف، معرفه كامل. اي استفسار انا حاضر. اخوكم احمد الربيعي.